تعالى نعمل البانيه مع بعض بطريقة حلوة جدا جدا. لون وطعم وكفر وكل حاجة فيه النهاردة تطلع مظبوطة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، والقوام بتاعه حلو جدا جدا. الخطوات بسيطة وسهلة، مش هتاخد منك وقت خالص، وهتطلعي الكمية بتاعة البانيه دي كلها من كيلو الا ربع من البانيه. حلوة جدا، هتشرفك قدام ضيوفك، هتعجب كل اللي يدوقها، هيقولك اديني الطريقة. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معايا البانيه والقطع زي ما انتوا شايفينها كده، تمام. ومعايا ملح وفلفل، بابريكا، مكعب من المرقة، ورق لوري، ونص معلقة من الكركم، وزبدية، ومية بصل. الزبادي هاخد منها نص، يعني نصها كده او معلقتين كبار منها، مش هاخدها كلها، تمام. وهبدأ ان انا اقلب كده المكونات مع بعضها كويس، ولازم مكعب المرقة يدوب تماما عشان ما يعملش تكتلات في الفراخ ذات نفسها، ويطلع كده ويبقى طعمها فيها. ممكن تستغني عنه لو انت مش مفضله ان انت تحطيه، براحتك، تمام. فهندوب كويس ونجيب المضرب اليدوي، ونبدأ نخفق بيه بالطريقة ديت لحد ما الخليط بتاعنا يدوب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ نحط معلقة من الخل كده، والخل طبعا بيساعد على التسوية. وهنا معانا الوصفة كده يعتبر تمام. هنحط بقى قطع البانيه كده ونحط في التتبيلة، واحطها كده فوق بعضها لحد ما اخلص التتبيلة بالشكل دوت، واركنها من ساعتين لثلاث ساعات، او ممكن ليلة كاملة، يبقى قوامها احلى وطعمها احلى. معايا دي بقسماط وفيجيتار، يعني حاطه كتير من الفيجيتار، تمام كده. ومعايا بيضتين، ومعايا نص كوبايه من الحليب. هنضيف الحليب على البيضتين كده ونخلط كله كويس جدا بالمضرب. ممكن تستغني عن الحليب، بس الحليب بيدي لون حلو وبيدي طراوه للبانيه، تمام كده. والخليط بتاع البقسماط والفيجيتار تقريبا كده مع بعضه كويس جدا، عشان خاطر يعني كله يبقى مع بعضه كده. ما حطيتش لا بهارات ولا حطيت له اي حاجه خالص. الخطوه بتاعه البقسماط والفيجيتار والدقيق بتدي كفر طعم ولون حلو جدا. هنا هنبدا نعمل البانيه بتاعنا. هنبدا نعمله، انت ممكن لو انت حابه السمك يبقى اعلى، تمام. حابه ان هو يبقى الكفر قليل، تمام. هنبدا يعني ننزل الخليط بتاع البانيه كويس جدا، بحيث ان انا ما يبقاش في خليط في الخلطه او في الكفر ذات نفسه. حطيت كده الاول في الفيجيتار، وبعدين حطيت في البيض. احنا بنحط في البيض الاول بعدين نحط الفيجيتار، بس عشان خاطر انا عايزه السمك اعلى، فطبعا ممكن تاخدي الخطوه دي، وهوريكم الخطوه التانية برضو، تمام. فهنا حطيته كده، وممكن تحطيه لو انتي عايزه تعلي شويه، حطيه تاني في البيض وارجعي اعملي كفر اعلى براحتك. حطيت كده بالطريقه دي على صينيه، وبعد ما اكمل الطبقه دي، يعني بصوا انا هاخد برضو قطعة تانية وبمسحها برضو كده، بنزل كل الخليط اللي فيها عشان مش عايزة خليط يبقى فيها. حطيت كده في البيض، وارجع تاني احط في الدقيق والبقسماط، تمام كده. دي الخطوة الأساسية اللي احنا بنعملها دايما. فدي او دي الاتنين معتمدين، والاتنين حلوين، هيطلعوا معاك كفر حلو. حطيت تاني في البيض، وهرجع تاني احطه في الدقيق والبقسماط عشان خاطر يديني كفر اعلى. يعني الاولانيه كان كفر برضو عالي، ممكن يعني تبدلي تعملي لو كفر قليل مره واحده بس في البيض والدقيق والبقسماط وخلاص. هنا هيعلي معاكي الكفر وهيديكي سمك اعلى بتاعه، تمام كده. حطيت كده على الصينيه، وجبت كيس بتاع التلاجة فتحته وحطيته بالشكل ده. انا عندي اكياس زي كده يعني، بس انت لو ما عندكيش حطي اللي هو الكيس بتاع التلاجة، افتحيه وحطيه. حطهم في الفريزر مش اقل من ساعه، يعني عشان خاطر تقليه ويبقى متماسك معاكي في القلي. حطيت طاسه على النار فيها حوالي كوبايه ونص او كوبايتين من الزيت، وهنزل كده بالبانيه بتاعي. بهدي النار مش بعليها، عشان خاطر البانيه ما ياخدش لون وهو ما يكونش استوى. لازم تهدي النار، يديكي لون حلو قوي، وفي نفس الوقت يديكي القوام اعلى واللون احسن واستوى افضل. هنا كنت خلصت الكميه زي ما انتم شايفين، لونها حلو جدا، طعمها حلو جدا، قوامها حلو. هتشرفك قدام ضيوفك، كل اللي يدوقها هيقولك ادينا الطريقه، جربيها هتعجبك جدا جدا.
وطبعا بنقطع كده قطعة ونشوف السمك بتاعها واللون والكفر عامل ازاي معانا. حلوة جدا يعني بجد، من انجح الطرق بتاعة البانيه. بص لونها، بص سمكها عامل ازاي، واللون بتاع الفراخ من جوه كله مستوي وزي تحفة بجد. جربوها تعجبكم جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوها، واللي جاي يكون احسن واحسن باذن الله. لون وقوام وطعم. استنوني فيديو جديد. مع السلامة.